السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. زي كل مرة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا منساش أشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني وعلى الكلام المحترم اللي بيكون في التعليقات تحت الفيديو. شكرا ليكم. النهارده انا جايبه لكم فكره بسيطه جدا جدا وعمليه خالص ولو انت ما عندكيش وقت او ما عندكيش شياله تقدري تقدمي فيها الكحك والبسكوت بتاع العيد. ديت فكره بسيطه خالص وهتدي شكل رائع، وقدامك يوم واحده تنفذيها في لحظه ان شاء الله. بصوا شكلها عامل ازاي. افكار موجوده عندنا في البيت، وهقول لكم البدائل بتاعت الحاجات دي ان شاء الله تستفادوا منها في الفيديو. اتمنى الناس الجديده اللي اول مره تزور قناتي تعمل اشتراك على القناه وسبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ووقفوا الفيديو ثواني بقى ولايك وشير للفيديو. يلا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. وطبعا زي ما انتم شايفين قدامكم الفيديو بتاعنا، انا هستخدم حاجتين اتنين. هاخدهم من النيش كده بسرعه. هاخد كاسه وهاخد طبق من الصيني مثلا، او اي طبق عندك متاح تقدري ان انت تشتغلي بيه، او صينيه مثلا ازاز. بصوا اي شكل بقى متاح. انت محتاجه تعملي حاجه النهارده تحطي عليها الحاجات بتاعه العيد. بصوا دي كاسه، دي انا عملتها قبل كده معاكم. اللينك بتاع الطريقه بتاعه الكاسه هيطلع قدامكم دلوقتي على الشاشه، او هيكون في اخر الفيديو خالص في مربعات كده بتظهر. اما تضغطي على اللينك بتاع الفيديو هتعرفك ازاي تعملي الكاسه دي واحلى منها كمان. هستخدم معايا الشريط اللي انتوا شايفينه ده بتاع القطان ده. انا كنت جايباه برضو واستخدمته معاكم المره اللي فاتت بتاع في الفيديو اللي فات بتاع البورتفيه. ويا اما استخدم ده يا اما استخدم الاستراس اللي موجود على الكاسه المتاح ليا. طبعا انا جايباه جنجاه لان هو بيليق على حاجات كتير خالص خالص يعني، وبعدين كاسه فيها الوان فلايق معاه جدا. هبدا احط الازازه الطبق بتاعي احطه على الكوبايه على الكاسه، وهبدا اعمله الزقه كويس خالص يعني. هو هيتلزق كويس ان شاء الله، مش هيكون فيه يعني اي مشكله. وبعد كده هبدا انظم عليه الاستراس الاطار اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى اي شكل تاني، عندي عايزه اسيبه كده برضو متاح. ولو انا الكاسه بتاعتي شكلها شياكه وحلوه ومش محتاجه اي شغل، انا ممكن احطها بس على الصينيه او على الطبق زي ما انتوا شايفين وما اعملش فيها اي شغل تاني. او لو عايزه تعملي فيها اي شغل بسيط في بدايل. انا مش عارفه اشتغل الكاسه ومفيش عندي اصلا خامات عشان اعمل الكاسه. انقي كاسه جميله كده من عندي وابدا احطها وانقي عليها طبق من الصيني شكلهم لذيذ كده واحطه. هيديني منظر شياكه جدا وهيبقى هتتفاجئي بشكله في الاخر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس الجديده اللي اول مره تزور قناتي تعمل اشتراك على القناه وسبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وطبعا لايك وشير للفيديو. وشكرا ليكم، وطبعا كل سنه وانتوا طيبين، دي اهم حاجه.